قلت النواعم بقى دي حاجه مميزه برضك في حلوه مولد النبي عند اي مصنع تاني. دي البدايه اللي هو السكر والعسل بيستوي درجه حراره معينه ويتصب هنا على ايه؟ على الرخام هنا. بعد كده يطلع بقى على المكنه اللي انت عارفها دي. بعد كده يخش بقى ايه؟ ياخد سوداني يخش على المكنه بتاعت ايه؟ التنعيم بقى، الطحن والتنعيم. تاخد التفريغ بتاعها بقى، تفرغ وتبيض. خلي بالك دي النواعم. بعد كده تخش بقى على الايه؟ على السوداني اللي انت شايف حضرتك هناك ده كده، تخش على المكنه التنعيم بقى، تاخد التفريغ بتاعها بقى، تفرغ وتبيض. خلي بالك دي النواعم. بعد كده تخش بقى على الايه؟ على السوداني اللي انت شايف حضرتك هناك ده كده، تخش على المكنه التنعيم بقى. بتاع 5 دقايق هنا على التهويه وتطلع المكدي مثلا 3 دقايق برضك تفريغ. طبعا هو يقطعها اهو حتت صغيره. وبعد كده تخش الايه؟ تخش تشرب سوداني. طبعا هو بيدخلها في التشرب عشان تشرب سوداني، يشبعها السوداني بتاعها. خلي بالك. وبعد كده تخش على المكنه التنعيم بقى، المكنه بتاع الشريحه ياخدها يطبق ينعم بقى فيه، تيجي تاكلها تلاقي نعم. ديت اللي ايه؟ النواعم. التنعيم بقى بتنعم فيها زي طحن يعني، بتطحن السوداني بيها، بتنعم. كل مدى بتنعم بتطبق فيها. تخش على المكنه بتنعمها، وفي النهايه بتعدي على مرحله الايه؟ الشوبه دهوت، بيعلمها العلام بتاعها. زي ما انت شايف كده بيعدي ويطبق، يفرد ويطبق، يفرد 3 4 مرات لغايه ما السوداني ينطحن ينعم. تيجي تاكلها تلاقي ناعمه جدا زي البغاشه كده. خلصت عدش. ايوه بص كده، خش كده على التقطيع اهو. ده التقطيع كده اهو. هي مقطعه. اه